اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزه اقول لك بقى هنقول وداعا لغلاء التجار. بشويه ميه بس هنعمل البوريك بتاع الافران. طبعا الاسعار بقت فوق خالص. هنسمي الله كده. انا معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليهم معلقه سكر كبيره ومعلقه خميره كبيره برضو، وحطيت معلقه صلصه كبيره. ممكن تكتري انتي الصلصه بقى، بس انا ايه حابه اعمل حاجه كده على قد، عشان في ناس ما بيبقاش عندها برضو امكانيات اللي هي الزياده قوي. فبأقل حاجه هنعملها باذن الله. وربع كوبايه زيت هنضيفها كمان على المكونات. وتضيفي بقى ميه شويه بشويه كده، وتعجني لحد ما العجينه تبقى لينه معاكي. هنعجن كده بقى عجنه كويسه عشان البوريك يطلع معانا كده طري وهش وحلو، ما يبقاش بيفرول منك. اما بتخدمي الحاجه وتعجنيها بتطلع معاكي مظبوطه وجميله جدا، بتبقى هشه وتقعد باليوم والاتنين طريه معاكي. فانا دلوقتي انا معايا ميه من الفلتر عاديه خالص. بضيف كده شويه بشويه لحد ما العجينه تبقى ايه طريه ولينه كده معايا. اديها بقى بوكسات وكده ظبطيها لحد ما تتعجن معاكي كويس. انا ما كنتش واخده راحتي في البوله دي، فطلعتها على الرخامه بقى ايه وعجنتها عجنه محترمه يعني. عايزه اقول لك ما شاء الله نص كيلو دقيق اعمل لي كميه كبيره جدا. يعني انا كمان كنت عامله ال الاحجام كبيره وطلع لي كميه كبيره، لو كنت صغرت كان هيعمل لي كميه اكبر. هنسيب بقى العجينه ترتاح كده وهوريكم بعد ما ترتاح. كده ما شاء الله بعد ما ارتاحت ساعه، شايفين ما شاء الله الحجم بتاعها كبر ازاي واتنفخت. نديها بقى البوكس المتين كده نفضي الهوا منها. كده بقى ايه هنلم العجينه كده بقى ونكورها كده ونعملها ايه. تعمليها كور بقى الاحجام اللي انت حباها. كده خلاص. عايزه اقول لك ما شاء الله العجينه لينه جدا وطريه جدا جدا. وبكده بقى اللهم بارك انا عملت كورت كده العجين بتاعي. عملت كور كبيره وكور صغيره. انا زي ما قلت لك برضو الحجم اللي تفضليه اعمليه. يعني عايز تعملي كله صغير تمام، الحجم كله كبير برضو براحتك اللي تحبيها اعمليه. كده خلاص انا خلصته وغطيته بفوطه طبعا عشان الوش بتاعه ما ينشفش. عايزه اقول لك اللهم بارك بجد العجينه مش محتاجه تدهني ايدك زيت ولا تدهني الرخامه اللي انت بتستعمليها زيت. طبعا انا ماسحه الرخامه مسحه نظيفه جدا عشان هشكل عليها يعني. فبجد بجد بتتلف معايا بكل سهوله جدا. شايفين؟ كده انا بقفلها بقى بالطريقه دي. انا هعمل معاكي اكتر من واحدة عشان ايه تعرفي طريقة التشكيل بتاعتها. هي سهلة جدا. بصراحة يعني اسهل حاجة وبتعمليها وانت واقفة. ما بتاخدش منك وقت ولا مجهود بقى، ولا بتفردي بنشابة ولا اي حاجة خالص. وبتحطي فيها قطعة جبنة كده صغيرة، يعني ما تكتريش. طبعا احنا في ايام غلا، اوعي تكتري الجبنة بالزيت الجبنة غليت. فانا بقفلها بقى بالشكل ده. شايفين؟ اهم حاجه تقفليها كويس بعد ما بتلفيها، بتقفليها كويس بايدك كده عشان ما تفكش منك. ما شاء الله يعني حجمها منفوخ جدا في ايدي، يعني ما سبتها. يعني على ما بشيل واحده والتانية بتبقى حجمها الضعف اكتر، غير ما احنا هنسيبها ترتاح برضو. طبعا بقى الحشو اللي تفضليه اعمليه عادي. يعني ممكن تحطي جبنة قريش وتحطي عليها بقدونس، نعناع. بصي اي حشو عايزة تحشيه بقى، عندك موتزاريلا شيدر رومي، اي حاجة تحبيها احشي بيها عادي، مش شرط يعني حاجة معينة يعني. ممكن جبنة قريش رومي شيدر موتزاريلا، اي حاجة تفضليها اعمليها مفيش مشكلة خالص. عايزه اقولك بقى معلقه الصلصه دي لما بتحطيها في العجينه وانتي بتعجني وكده بتديها طعم ولون وريحه بجد روعه. يعني معلقه الصلصه دي بتفرق فيها جدا. انتي ممكن تكتري الصلصه عن كده وتخلي لونها بيبقى احمر شويه، براحتك خالص. شايفين؟ اللهم بارك قفلتها حلو كويس. كده خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي. حطيت كده معلقة صلصة على شوية مية. على فكرة انا واخدة معلقة صلصة من بتاعة البيتزا عشان فيها زعتر وكده فمخليها حلو. مش اللي هي الصلصة العادية، يعني صلصة البيتزا. بصي بقى، ممكن تحشي طبعا صفار بيضة وتحطي عليها كيس فانيليا او معلقة لبن، اللي انت تحبيه. بس طبعا البيض غالي وانا مش حابة اعمل اي حاجة خالص يعني. حد اللي هو يقول
مش هقدر اعمل هيستخسر اللي هو يجيب بيضة عشان يدهن بيها الوش. فانا حبيت اعمل لكم باقل حاجة خالص، يعني عشان ما يبقاش في حاجة خارجة عن طاقتكم. يعني بشوية مية عجنا العجينة وحشينا جبنة، دي كلها حاجات موجودة في البيت عادية خالص. ومعلقة صلصة كده، ودهن وحطيت عليها معلقة مية ودهلت بيها الوش. وعلى فكرة ممكن تدهني مية بس، وممكن ما تدهنيش خالص برضو مش مشكلة. وحطيت بقى شوية حبة البركة كده على الوش، بتديها طعم وريحة جميلة برضو. وممكن تحطي سمسم لو مش بتحبي حبة البركة، بتحطي سمسم، هي اسمها حبة البركة او الحبة السوداء. كده ما شاء الله، انا كنت سبت حجمها الضعف ما شاء الله. كده بقى ايه، هدخلها الفرن. هي ما بتاخدش وقت في الفرن خالص، اهم حاجة خلي بالك. شايفين اللهم بارك بعد ما خرجت من الفرن جميلة جدا. طبعا دي مش الحجم كله، عايزه اقولك ما شاء الله هشة وطرية جدا في الايد. اللهم بارك بجد روعة. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.